أرجو ترفع صوتك شوية. نعم دكتور، أنتم يعني قلتم في السابق أن نهاية القذافي كانت قريبة، وانتقدتم كثيرا على هذه الأقاويل. اليوم تم ما تفضلتم به، ما رأيك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، حينما ألقيت أول كلمة في قضية ليبيا قلت فيها إن القذافي قد انتهى، لم أقل قرب، انتهى وزال، لأنه رجل يقتل شعبه، والحاكم الذي يقتل شعبه لا بد أن يزول ولا بد أن ينتهي. هذا ما قلته، والحمد لله قد تحقق ما قلته. القدر أبى إلا أن يحقق ما قلناه، لأننا ننطق بلسان القدر وننطق بلسان الشرع. هذا الظالم لا بد أن ينتهي وقد انتهى. وقرأنا قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله بالمرصاد لكل ظالم ولكل طاغية. لهذا أصدرنا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدرنا تهنئة للإخوة ثوار 17 فبراير، ثوار ليبيا، والمجلس الوطني الانتقالي والشعب الليبي والأمة العربية والأمة الإسلامية. أصدرنا تهنئتنا لهم جميعا بزوال هذا الطاغية وانتهاء الثورة الليبية إلى خير. وكان لابد أن تنتهي كما ستنتهي كل الثورات، وكما سيذهب كل الطغاة كلهم. ذهب زين العابدين من قبل، وبعده حسني مبارك، وبعده القذافي، وبعده علي صالح، وبعده بشار، وبعده كل هؤلاء سيذهبون. ثقوا، نحن مطمئنون تمام الاطمئنان وموقنون كل الإلقان بنصر الله تبارك وتعالى للثوار وبذهاب هؤلاء الطغاة. هذه سنة الله تعالى ووعد الله الذي لا يتخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم. تهنئتنا